السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة. ان شاء الله هنعمله مع بعض صينية المسقعة اللي قدام حضراتكم دي، صينية كده صحية ومغذية وجميلة جدا. هنعملوها مع بعض بزيت قليل جدا، او ممكن كده تقولي بدون مواد دهنية ان شاء الله كده. خفيفة وصحية وجميلة، ان شاء الله تجربوها وتنور رضاكم. يلا كده نبتدوا مع بعض. معايا هنا البدنجان، طبعًا بتعملي كمية البدنجان المناسبة ليكِ. أنا معايا هنا البدنجان ده مسكته قشّرته بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده، وقطّعته بالطريقة دي، ممكن تقطّعيه بأي طريقة أنتِ حاباها. بعد بقى ما بتقطّعيه بالشكل ده، بتبدئي بقى تجيبي الصاج، بتكوني فاردة عليه كده ورقة من الزبدة، أو ممكن لو مش متواجدة ورقة الزبدة دي عادي خالص. بترصي بقى البدنجان بالشكل ده. بعد كده بقى بتجيبي طبق، نُص معلقة كده من الملح، معلقتين من الزيت، نُص معلقة كده من البابريكا. بتبدئي بقى تقلّبي كل ده مع بعضه بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده، وتبدئي تدهني بيه البدنجان. طبعًا دهنت الجنب ده وقلبتها، ودهنت الجنب التاني بنفس الطريقة. في الوقت ده أنا مسخّنة الفرن على درجة حرارة 180 ومولّعة الشواية كمان. أخد لون بقى واستوي من الجنب ده، وبدأت أقلّبه بقى على الجنب التاني، ورايحة أدخّله الفرن ياخد اللون بنفس الطريقة دي. بعد كده معايا الصينية نزلت فيها بمعلقة واحدة من الزيت، على نُص معلقة من التوم المفروم، والتوم ده أنا مفرّزاه على القناة قبل كده. رايحة أدّي له تشويحة بسيطة، وبعد كده هانزل ب3، 4 قرون من الفلفل متقطّعين مكعبات، رايحة أدّيهم تشويحة. بعد كده نزلت ب4 طماطمات أنا شايلة القشر وباشراهم بالمبشرة، مع كده قطعة من الصلصة. رايحة أقلّبهم بقى تقليبة كويسة كده، وبعد كده هانزل بالتوابل. نزلت بالملح، نزلت بمعلقة كده كمون على كزبرة، ونزلت بمكعب. رايحة أقلّبهم كويس بقى كده، واسيبهم يغلوا غلوة واحدة كده لحد ما يتجانسوا مع بعضهم كده، الطماطم مع الصلصة وكمان طعم الفلفل. بعد كده بقى رايحة أخرّج صاج البدنجان من الفرن بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده. شايفين الجمال، ما فيهوش ولا نقطة زيت. هابدأ بقى أنزل بالبدنجان في الصلصة. بعد كده راح ياخد غلوة واحدة بس بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده. رايحة أقرّب لكم الكاميرا كده، تبُصّي بقى في التقلية ما تلاقيش ولا نقطة زيت. خفيفة وصحية وفي منتهى الجمال، إن شاء الله تجرّبوها وتنول رضاكم. خفيفة وجميلة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كانت خفيفة جدًا وطعمها رائع جدًا. حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.